باب جديد اتعمل في قانون العمل خاص بالتشغيل، هو اسمه التدريب. مين اللي يسري عليه التدريب؟ قال لك أي حد، سواء الراغبين في التدريب، الأشخاص ذو الإعاقة والأقزام، وهنا ضاف الأقزام في القانون الجديد، بلس كمان المتدرجين. وزي ما قلنا هنعرف المتدرجين دول من سن كام، وببدأ أشتغل معاهم إزاي، وبديهم أجر قد إيه، لأن هو شرح الموضوع ده بالتفصيل الممل في القانون الجديد. بلس كمان الناس الراغبة في التأهيل للأعلى أو الاستمرارية أو الترقيات. وآخر حاجة أتكلم عليها عمال التلمذة الصناعية. خلينا نتفق على حاجة مهمة جدا، ان من افضل القرارات اللي صدرت في القانون الجديد ان هيتعمل حاجه اسمها المجلس الاعلى لتنميه مهارات الموارد البشريه. وهنا كل اختصاصات المجلس دي ان هي تطور وتدرب وتأهل طبقا لاحتياجات سوق العمل. طيب علشان نبدأ نجهز سوق العمل، قال لك لازم يكون في مجلس بيلم كل الوزارات والجهات اللي هتحتاج مرشحين ليها او ناس يتدربوا عنها. عشان كده المجلس ده لم مين؟ قال لك مبدئيا كده المجلس ده هيكون برئاسة الوزير المختص، ومكانه هيكون في القاهرة. طب لم عن مين؟ عن وزارات ايه؟ لم عن الصحة، ولم عن التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والقوى العاملة وقطاع الأعمال والتضامن الاجتماعي والإسكان والمرافق والسياحة والآثار وغيره. بلس كمان إن هو ضاف عضو ليه هو رئيس الجهاز المركزي، وكمان المجلس القومي للأشخاص ذو الإعاقة. بلس كمان، ودي الحتة الجديدة في القانون اللي ركز عليها عشان يساوي بين العامل وصاحب العمل، قال لك احنا صاحب العمل ده او اصحاب الاعمال او منظمات اصحاب الاعمال هنختار 7 اشخاص يمثلوها في المجلس الجديد. طب مين دول؟ اللي هم اكثر عضوية او اللي تم ترشيحهم وايه وانتخابهم. طب من الناحية التانية قال لك منظمات النقابة العمالية لازم تكون متساوية مع اصحاب الاعمال، فهنختار برضو 7 مرشحين عنهم يبدأوا يتكلموا عن العمال، بحيث ان المجلس الاعلى تنميه مهارات الموارد البشريه يعمل دوره سليم 100%، ويبدا يجهز الناس فعليا لسوق العمل.